الله، انت لسه ما رحتيش؟ ومش هروح. كانت جامده بقى. لا راحت فين؟ انا شكلي كده. طب والله كويس. صباح الفل والجمال، صباح الخير على عيونكم، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا، صباحكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا جايلك النهاردة بفيديو جديد، فيديو تشجيعي. عملت كام حاجة كده بما اني كنت مروقة الشقة والشقة زي الفل. عملت روتين خفيف على السريع تاني يوم، وقلت ايه اعمل حاجة حلوة معاكم واكلة زي العسل معاكم برضه. قلت احب اشارككم فيها يعني، بما اني هنا من الناس اللي بقولك ابتدي يومك بحاجة حلوة عشان يبقى يومك زي العسل. طبعا انا هنا قلت عندي لف الجلاش. ده جلاش من اللي هو اللي مش بتاع المصانع، ده الجلاش العادي اللي هو اللي بيبيعوه بالكيلو بالنص كيلو ده. طبعا اللفة دي تعتبر معتبرة يعني حلوة محملة كده. قلت خلاص عايزة اعمل بقى انا. بصوا طول ما في موسم البلح اللي هو الاسمر ده، انا من الناس اللي بموت في البلح ده. بحب اعمله يعني احب اعمله بالسمنة البلدي كده واحطه في سندوتشات، بموت فيه. واحب اعمله بالجلاش زي ما انت شايفة كده. طبعا دهنت الصينية هنا سمنة، وما بيبقى بقى بسمنة بلدي كمان بيبقى تحفة. حبيت اعمله على معاملة الفطير الشرقي. بس في غلطة هنا انا هقولك ما تعملهاش انتي. طبعا هنا بتدهني بقى رق رق كده، ورقة ورقة كده، وتجيبي ايه الفرشة كده بالسمنة على خفيف كده عشان يطلع معاكي مورق، وفي نفس الوقت ما يبقاش مكتوم كده يعني. طبعا هنا بقى بدأت اجيب، هو كان اساسا الورق بتاعه مقطع نصاص كده، فانا خلاص صرفت نفسي وقلت خلاص انا مش هعطل نفسي يعني. الورقة بضمها على الورقة كده واحط ما بينهم ايه رق سمنة، وحطيت معلقة زيت عشان تقرمشه يعني. حطيت السمنة البلدي وحطيت معاها معلقة زيت وسيحتهم على النار كده بسيط، وبدأت هنا ايه ادهن. في ممكن بقى لو انت عايزاه مورق خالص تحطي معلقة بيكنج باودر، بس بصراحة انا ما حطيتش. استكفيت يعني انا عايزة يعني، ما كانش عندي، ما كانش متوفر عندي، فانا قلت هصرف نفسي مش هعطل نفسي يعني، وهيطلع برضو مقرمش وقابب وجميل. هتشوفيه دلوقتي معايا. طبعا كنت مفصصة البلح هنا وبدأت هنا اوزعه بقى في الجوانب كلها. بس الخطوة دي جميلة. بس انا هقولك ورقة الجلاش لو عندك لو طلعت 10 ورقات، 5 تعملي 6 تحت و4 فوق. خلي تحت اتخن من فوق شوية، لان الطبقة اللي بتبقى تحت دي في التحمير بتضيع يعني. فخلي اللي فوق ايه يبقى رقيق شوية عشان ما تحسيش ان هو تخين كده. حطيت بقى هنا سوداني مجروش، طعمه تحفة وبيخلي ريحته انا بقولك انا عاملاه معاملة الفطير الشرقي. فانا هنا عاوزاكم بقى نقول ندعي لاخواننا في فلسطين. والله العظيم بصوا انا نفسيتي تعبانه قوي 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 من المناظر اللي الواحد بيشوفها طول النهار. جايبه الجزيره وجايبه القنوات اللي هي بتجيب الاحداث، الواحد اعصابه تعبت من الاطفال. والله العظيم مهما نقول عندنا ظروف ومشاكل ومتبهدلين، بصوا هم اللي هم فيه يهون علينا اللي احنا فيه. احنا منجيش ربعهم ولا تمنهم حتى في اللي هم فيه. فربنا يعينهم ويصبرهم على ما بلاهم ويزيح عنهم بحق الأيام المفترجة دي، يعديهم من الغمة دي وينصرهم ويثبت أقدامهم. فعايزة دعواتكم، لأن طبعا الواحد والله العظيم زعلان قوي قوي قوي. أنا لو عليا والله مش هنزل فيديوهات كمان، بس أنا بما إني بعمل الأكل، ما إحنا مش هنتمنع عن الأكل والشرب يعني. احنا بناكل وبنشرب وكل حاجة. احنا ناكل لنعيش مش نعيش لناكل. فاحنا بناكل عشان نعيش. فهنا طبعا خلصت بقى وقطعته زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت هنا إيه احط سمنة بلدي برضو على الوش. كنت مسيحة سمنة وحطيتها على الوش. وبعدين بدأت هنا احط سمسم خفيف كده. عايزه تستغني عن الخطوه دي استغني، بس انا بقول لك انا عايزاه كاني عجينه انا عاملاها على ايديا. حطيته بقى في الشبكه اللي في النص. بس الخطوه اللي جايه بقى، بصي انا كنت عامله شربات في الاول، حاطه كوبايتين 3 كوبايات سكر على كوبايه ونص ميه. يعني انا ممكن اقول لك حطي كوبايتين، لا كوبايه ونص حلوه قوي.
وما بحطش فانيليا فيه خالص. انا بحب الشربات ما يبقاش فيه فانيليا الا في رمضان بقى. الفانيليا هي اللي بتحسسني ان احنا في رمضان. طبعا الشربات ده المفروض انا ما كنتش هحط، المفروض معلقتين عسل نحل كده لان كان البلح مسكر قوي. فانتي استغني عن الشربات، وممكن معلقتين عسل نحل. عايزه تحطي شربات حطي، عايزه تحطي سكر بودر حطي، هيبقى جميل. بس انا هنا حسيت ان هو مسكر قوي. لكن انا لما كنت بعمله ليا فيديو عاملاه ليه لوحده في فيديوهاتي القديمه كنت حاطه عليه عسل نحل بس. خلاص بقى خلصت كده الحلو، وفطرنا انا وولادي وعملت لي فنجان قهوه. ظبطت دماغي، دخلت بقى هنا ايه، قلت هظبط الدنيا. طبعا الستاره بتاعت البرقع الجنب ده الشريط بتاعها مخلوع، فانا قلت خلاص ما انزله، وقبل ما اغسله هوديه لحد يركب لي ايه شريط له. فانا وانا واقفه فوق بالكرسي كده قلت خلاص اجيب من فوق البرقع وانضفه تنظيفه حلوه برضو. انا بستغل، انا عاوزاكي تستغلي لو انت واقفه في مكان بتجيبي حاجه نضفيه بالمره، يعني مش تنزلي كده وتسيبيه، لا نضفيه بالمره. فانا هنا بقى قلت عندي حبه غسيل. عملت الغسالة النص دي. في ناس بقى ما بتعرفش استعملها، هقولك انا استعملها، انا بستعملها احلى من الاوتوماتيك. طبعا حطيت برسيل جل وحطيت كلوروكس الوان. كان الخرطوم مرمي على الارض فالحاجه نزلت لي على الارض زي ما انت شايفه كده، رجعت حطيت تاني. انا برمي الدش في قلب الغساله واسيبها لما تتملي خالص، وبعدين بدور كده واحط الغسيل. هوريكي بقى الخطوات بتاعتها وعشان ما تتعبيش. لو انت عندك غسالة نص اوتوماتيك سهلة وبتنظف وبتخلي الغسيل زي الفل. وخطواتها سهلة زي الغسيل اللي هو اللي احلى من الاوتوماتيك كمان. بس بالخطوات بتاعتي خليكي معايا الفيديو ما تجرهوش عشان تشوفي الخطوات انا كنت بعملها ازاي. طبعا هنا شلت بقى المشيات بتاع المطبخ، قلت عايزه احطها في قلب البلكونه تتشمس كده شويه لان التلاجة كانت نزلت عليها ميه. فكان عندي حبه غسيل نشرهم من بالليل، قلت خلاص اطبقهم بالمره. انا بطبق كل حاجه مع بعضها وبعدين كده بتسهلي على نفسك. يعني لو عندك والله لو مطلعه دولابك كله في البلكونه نشره بطريقتي دي في تطبيق الغسيل هتحسي ان انتي انجزتي، واول حاجه من الشغل التقيل العميق خلص. طبعا في الوقت ده كنت مسحت البلكونه وقلت اطلع بقى المشايات تتهوى، ورصيت طبعا الغسيل كل حاجه حطيتها في مكانها. انا اساسا لما باجي ارص بحط هدوم ولادي في جنب وهدومي في جنب عشان لما اجي احط ارص على طول، يعني ده كبير ده صغير كده. طبعا بقى هنا شلت الغسيل هدخل بقى ارصه. المقطع ده انا مفكره ان انا كنت رصيت، لا انا مسحت وبعدين شلت بقى الغسيل عشان ارصه. طبعا قلت اخلع بقى الكسوه بتاع الكنب دي بتاع الكراسي، قلت انظم السفره، يعني المع الكراسي والمع النيشين وكده والمع الكنب انضف بقى. وهحط بقى كسوه جديده وهنخش بقى نعمل الاكله التانية اللي معانا النهارده. هنعمل اكله برضو بسيطه وسهله وسريعه وتنجزي بسرعه البرق بصراحه هتعمليها. هنا طبعا والله العظيم انا كنت بعمل وبنتي كانت بتروق لي اوضتهم بس ما رضيتش اصورها. يعني عايزاكي تعودي ولادك كده يقوموا ينضفهم. وبصي بدايه سمع انا في متابعه جميله قوي متابعاني من اول ما فتحت القناه، بتقولي انا ولادي مش بيسمعوا كلامي وقليل لما بيسمعوا كلامها يعني بيتعبوها بعد زهق. بقولك ان يعني انتي لو ولادك كانوا صغيرين وقدرتي ان انتي تعلميهم ان هم يسمعوا كلامك من وهم صغيرين بتحملوا المسؤولية. يعني انا ولادي من وهم صغيرين معرفاهم هتقومي تعملي كذا، وكنت بخليهم يعملوا حاجات بسيطة فما شاء الله عليهم دلوقتي. يعني انا اعملي كذا خلاص هم عارفين. بس في ايام الدراسة بصراحة انا ما بحبش اتقل عليهم علشان طبعا ما يتحججوش بقى ويحطوني انا كوبري ان انا اللي معطلاهم عن الدراسة والمذاكرة والكلام ده. فاستغلي ايام الاجازة وخلي ولادك يشاركوكي في كل حاجة. مش هقولك احرمي بنتك ولا ابنك من حاجة علشان طبعا هو مش بيسمع كلامك، لا انت خلاص هو اتعود ان هو ما يسمعش كلامك. انا طبعا ولادي انا قلة سمعانهم لكلامي لو انا بيضايقوني يعني عقابهم ان انا بقاطعهم ما بكلمهمش.
يعني مش بقاطع مثلا ان هاخد حاجة بيحبوها او حاجة بيعملوها، لا انا بقوم متجنباهم خالص وما اكلمهمش طول اليوم. خلاص هم يعرفوا بقى ان خلاص هي زعلت وما بتكلمناش، فبيحاولوا يعدلوا من نفسهم. فانت حاولي مع اولادك ان انت العقاب مش اللي ان انت تحرموهم من حاجة بيحبوها، لا سيبي لهم بس عقابهم ان انت مثلا ايه تتجاهليهم. فمرة في مرة انا ولادي يعني يا رب ما يسمعوش الفيديو ده، علشان طبعا هم هيفهموا ان انا واخداه عقاب بقى، فخلاص بقى هيتمرعوا ومش هيرضوا بقى، يقول لك خلاص ده هتخاصمنا يوم وهترجع تكلمنا. فانا مش عايزاهم يسمعوا طبعا علشان هيسوقوا فيها بقى. طبعا هنا بقى كنت خلصت، يعني طلعت المشايات ولميت الغسيل وطبقته ورصيته وكده. حبيت اكافئ نفسي بقى في فاصل شويه كده، عملت لنفسي فنجان قهوه شربته وقمت اكمل بقيه شغلي. عشان ايه؟ انا النهارده قلت لك انا شغلي كان خفيف ما كانش تقيل، فعشان كده طلعت الغساله وقلت اروق. يعني انا لما طلعت الغسالة قلت خلاص، يعني انا عايزة اشغل نفسي، الغسالة هتنشطني. طبعا هنا بقى ده الخطوات اللي انا بقولك عليها بقى. خلاص الغسالة كانت خلصت غسيل، نزلت الخرطوم وعملت الطرد. طردت الميه طبعا بقى ما انت عندك صفايه، طردت في الخرطوم بتاع الحيطه اللي هي بيبقى الماسوره دي. انا طبعا راميه الخرطوم على الارض، فطبعا بسيبها تطرد على الارض، وفي الاخر اغسل الحمام ونضفه وكده. طبعا ده كان تاني مرة في التشطيف، وترجع تطرد، وتالت مرة ورابع مرة، واخر مرة بقى بحط ايه الدوني في قلب التشطيفة الاخيرة. والله سهلة، وبحول بقى مية من البانيو زي ما انت شايفة كده، او ارمي خرطوم او ارمي الدش. بس انا بصراحة بما ان الغسالة جنب البانيو، فانا كنت مسهلة بقى على نفسي، عايزة الدش على ما بيملى الغسالة بيتعبني بياخد وقت يعني. خلصت، خدت بقى الغسيل نقلته وحطيته في قلب المنشفة انها تنشف لي بس. سهل لكن انا بشوف ناس تقول بنشطف في البانيو، بناخد من البانيو نرجع نحط، هتقطمي وسطك بصي وهتكرهي الدنيا وما فيها. لكن بالطريقة دي حتى لو في الشتاء مش هتحسي بتعب ولا هتضايقك، وهتنشطك وهتخليك بصي. انا بقيت استسهلها عن الغسالة الاوتوماتيك في ايه بقى؟ ان الاوتوماتيك بتاخد برنامج طويل ساعتين ونص، لا دي في خلال ساعة كنت غسلت وكنت طلعت نشرت. كل ده قبل ما الظهر يأذن. انا كنت صاحية من الساعة 8 الصبح. الظهر كان يعني لسه ما كانش ادن يعني، فانا خلاص كنت هنشر بقى واخش اعمل الاكله بقى بتاعتي. يعني على ما اخلص اكلي وكله كانت الساعه بقت 2، يعني ممكن تكون ما قربتش على 2. يعني انا لما باخد نظام لحاجه باخد من كل حاجه كده 10 دقايق نص ساعه. يعني في الغسيل انا قلت كلها ساعه الا ربع كده، يعني مش ساعه، ساعه الا ربع واكون غسلت. ففعلا كنت في ساعة بالظبط كنت غاسلة ونشرة. وكنت عاملة الجلاش وكده يعني، واخدت لي بتاع 3 ساعات على الصبح، غير ما قعدت بقى ما بين فترة والتانية. يعني روتين سهل وبسيط ونشاط وطاقة وحماس، تحسي ان انت بتعملي الحاجة بحب كده، والله العظيم بتطلع انا بصي عشان بعمل الحاجة بحب بتطلع فيها ابداع. طبعا هنا انا عايزه اعمل الحواوشي الاسكندراني. ولادي هنا طالبينه مني، فانا قلت خلاص انا عايزه اعمله، وبعدين سهل وبسيط، وانا بما ان انا من الناس اللي بتحب العجن فانتوا جيتوا هنا في ملعبي. طبعا جبت هنا كيلو دقيق، حطيت عليه معلقه ملح وميه بس. طبعا سبت العجينه ترتاح قبل ما اشتغل فيها. هتقولي لي ميه قد ايه؟ هقول لك انا معرفش الدقيق بتاعك بيقبل سوائل ولا ما بيقبلش، فمش هقدر افيدك في الحته دي. طبعا سبتها ترتاح 5 دقايق كده قبل ما اشتغل فيها، وهبتدي بقى اعجن على الرخامه، واجيب ميه زي ما انت شايفه كده اطري بيها العجينه، ما كبش بقى ميه. هفضل بقى بصوا، اهم شيء الخطوه اللي انت شايفاني بعملها دي، كل ما تعجني العجينه كويس كل ما هتطلع معاكي جميله وهتسهل عليكي وانت بتفرديها وكده. طبعا دي ميه ودقيق وملح، مش حاطين لا خميره ولا حاطين اي حاجه ولا اي ماده رافعه. هي النجاح في العجينه دي التريح ما بين العجنه وتيجي تقرصيها كده. والبتاع ده والعجن زي ما انا بعجن كده. طبعا هفضل اعجن بقى. بصوا هتقولي لي قد ايه؟ هقول لك 12 دقيقه 13 دقيقه
لغايه ما تلاقيها ناعمه في ايدك. كل ما بتلزق على الرخامه وتعجني هتبصي تلاقيها لفت في ايدك كده ونعمت. عندك عجان بقى هتسهلي على نفسك الخطوات دي كلها. طبعا انا بشدها زي ما انت شايفه كده عشان برضو تبقى ايه، تدي توريقه كده وتبقى هشه ما تبقاش مكتومه. صليتي بينا على النبي؟ قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. هي طبعا العجينه دي ملزقه بس مش ملزقه قوي، يعني تلزيقه خفيفه. طبعا انا بلفها بقى، انا تخيلت ان انا ايدي عجان فانا بلفها. شايفين كل مدى بتبقى عامله عرق ما بيتقطعش، يعني بتنط معايا. جميله جميله بصراحه، وسهله وبسيطه وفي ثواني كنت عملت الاكل وخلصت نفسي. يعني من يومي انا لازم يومي يبقى شغال كده، فانا عايزاكي تقومي متنشطه وتعملي حاجتك بفرحه وحب بصي الفرحه اللي فيا وصلت للعجين بصراحه. يعني انا الانبساط وانا بعجن كده بيوصل للعجين. طبعا جبت هنا حبه زيت قيمه معلقتين او معلقه كبيره كده، دهنتي بقى العجينه. طبعا وانت بتعمليها هتحسي ان هي مطت منك كده او تحسي شكلها بقى غريب كده. اعجني لغايه ما هتبصي هتلاقيها بقى في ايدك جميله. خليكي بس معايا كده وما تجريش الفيديو، اهم شيء اتفرجي واستمتعي. انا عايزاكي تتفرجي كده وانت مستمتعه كده، تحسي ان انت بتتفرجي على فيلم هندي اوله واخره. لا انا عايزاكم والله العظيم، يعني انا ما اعرفكوش بس انا بحبكم والله لله. يعني انا مبسوطه وانا بعمل في الفيديوهات، مبسوطه بكومنتاتكم، مبسوطه بتعليقاتكم اللي انتوا بتكتبوها لي الجميله. اللايكات اللي في ناس برضو بتوع قنوات بيخشوا انا متابعه ساعات ما بيحطوش اللايك، مش مشكله. ربنا بيعوض. طبعا هتقولي عرفتي ازاي انها بقى خلاص كده؟ هقولك بقت ناعمه ولونها فتح كده. يعني بقت العجينه قدامك هقولك ملساء. طبعا على ما بدأت ترتاح بقى هسيبها 10 دقايق ترتاح. قلت اجهز بقى الايه الحشوه بتاعتنا. الحشوه عباره عن هنجيب هنا بصلتين وفصين توم مهروسين ونضرب البصل في الكب. طبعا هنا ده فلفل احمر او الوان مع فلفل اخضر. هنحط عليه معلقه كزبره ناشفه، معلقه اللي هي 7 بهارات، كوسه الطيبه، نص معلقه بابريكا، معلقه قرفه. بصي كل البهارات اللي فلفل اسود، ملح، كل اللي عندك حطيه. وحطيت هنا نص معلقه جنزبيل. بصي جميع التوابل، هي الكفته اللي بقول الكفته الحشوه اللي هي اللحمه المفرومه، يعني كل ما بتحط لها توابل بتدي طعم جميل بصراحه. ده نص كيلو لحمه مفرومه، طبعا محطوط عليه بقى دهن وحاجات اللي هي اللي هتخلي الحواوشي بتاعنا ليه طعم وريحه كده ومميز بقى. يعني هي مش حمرة كلها، لو حمرة كلها هتطلع معاكي اللحمه ناشفه قوي وما بتبقى لهاش بصراحه طعم. لو عندك بقى اللحمه حمرة ممكن تحطي معلقه سمنه بلدي فيها عشان طبعا تسيبها كده وتبقى فيها دهون. هنا كانت العجينه قعدت 10 دقايق، بدات هنا اقطعها. طبعا قطع بقى بتعملها كبيره مش كبيره قوي، يعني انا عامله الرغيف معتبر بصراحه. ولادي اللي خد واحد ما خدش التاني، هم طلعوا معايا هنا 8 ترغفه بس محملين وكبار. والله العظيم انا جوزي ساعه ما شافهم بيقول لهم ما ده اللي هيكفيكم. لما شاف اكلنا يعني فاض، قال لا ما شاء الله الرغيف كان محمل. يعني الرغيف يشبع، ممكن تقسميه 2 يبقى سندوتشين كده لولادك. لو عندك يعني ممكن تقسميه انتي. لو عندك 2 كل واحد هياخد نص. انا ولادي فوضوا منه وفاض منه رغيفين 3 بالليل. مرضوش شكلهم عندهم لتاني يوم وكده. طبعا هتبططي تبطيطه خفيفه كده. بس في غلطه بقى، انا رققت من النص، فانا عاوزاكي وانتي بتبططي ما تجيش يمة النص خالص علشان لما تيجي تحطي الحشوه ما يبقاش النص عندك رق. الحته اللي في الوسط دي ما ترقش عشان اللحمه ما تبانش منها. طبعا هنا يعني انا هنا كنت فردت. طبعا كنت رشه هنا دقيق بقى على الصينيه، وكنت مقرصه هنا العجينه كلها. ودهنت الرخامه نطره زيت خفيفه كده عشان ما تلزقش فيها، وابتدي اقفلي زي ما انت شايفاني كده. وكورت اللحمه زي الكور، يعني على قد الكور. انا كورت اللحمه زيها عشان اما اجي احطها تبقى قد الكوره.
اهم شيء التقفيله دي بقى عشان ما تفتحش منك واللحمه ما تطلعش. كل خطوه من دول بتسيبيها 5 دقايق ترتاح. يعني انا قرصت هنا سبت 10 دقايق على الصينيه كده، وبعدين رجعت هحطها في قلب اللحمه هحطها في قلب العجينه كده، ابتدي برضو اسيبها 10 دقايق وابتدي بقى اشتغل فيها. وانا هعمل هنا في الطاسه وهعمل لك اللي في الفرن، وهقول لك نهو اللي طلع احسن ونهو اللي انا برجحه لك ان انت تعمليه. طبعا هنا هبتدي اخلص بقى الكميه مع نفسي، وجبت هنا حته سمنه بلدي مع حبه زيت، وهبتدي احطهم على الطاسه على النار. اهم شيء يكون النار يعني الطاسه دي الصينيه بقت سخنه قوي. اعذروني بقى لما باجي احط، انا ما بعرفش افرد طبعا. والله الرغيف كان كبير، بس هنا الكاميرا انا مش عارفه صغرته شويه فيه ايه. فتح بقى من هنا. دي الخطوه اللي انا بقول لك ما تبقيش تيجي يمه اللي في النص ترققي. طبعا هنا على نار عاليه هنديله الصدمه الاول، وبعدين تقلبي قبل ما ياخد لون وتغطي، وبعدين تبتدي توطي له النار، علشان طبعا لاحظي ان انا اللحمه مش مستويه، اللحمه هنا نيه، فاحنا عايزين نسوي اللحمه. فعشان ما يديكيش لون للحمه كده وتبقى جواها مش مستوي، ابتدي شمال ويمين تجيبي تقلبي فيه كده لحد ما يدي لون وعلى نار هاديه. انا طلعت الصينيتين هنا قبل بعض. هنا هعمل 4 ترغيفه في الصواني، وهعمل هنا ال4 التانيين فادخلهم الفرن. هقولك دلوقتي نهو اللي كان طلع احسن ونهو اللي انا برجحه لك. شوفي طالع طري ومورق زي الفطير بالظبط، اقسم بالله طعمه تحفه وطعم وريحته مميزه. طبعا ده اللي كان في الصينيه طلع، لسه بقى اللي في الفرن هيطلع دلوقتي. انا من تجربتي ومن اللي انا اكلته، ده اللي في الصينيه وده اللي في الطاسه على البوتاجاز. اللي في الطاسه على البوتاجاز احسن واجمل واطعم، وبصراحه عجب ولادي عن اللي دخل الفرن. هنا طبعا كان فاضت حته لحمه بقى عملتها، طلعت 6 كفتات كده مع الزيتون اللي انا كنت محدقه، نسيت اوريه لكم. شايفينه مورق وجميل ومحمل. بصي جربيه بطريقتي، واشوفكم في فيديو جديد مع 1000 مليون سلام.